السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده شوربة السي فود زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله جميلة جدا وطعمها خطير، طعمها وهم طبعا. والله طعمها احلى من بتاعة المطاعم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. هنعملها بصوابع السرمي اللي هي بطعم الكابوريا، وبالجمبري اللي هو متقشر، والكاليماري والسبيط. ودي كابوريا سلقينها عشان ناخد الشوربة بتاعتها مع جمبري بقشره ومع بلح البحر. حاجة كده تستاهل بقكم. ويلا نشوف بقى هنعملها مع بعض ازاي. يلا نشوف مكونات شوربة السي فود بتاعتنا. وعشان نعمل شوربة السي فود لازم يكون معانا حلويات البحر او فواكه البحر، وهي عبارة عن كابوريا وجمبري زي ما احنا شايفين كده، وبلح البحر. بلح البحر ده طبعا احنا نقعينه لمدة ساعة في المية العادية خالص لحد ما اتفتح معانا كده وطرد الرمل كله اللي جواه وشطفناه كويس جدا. يبقى بلح البحر هننقعه لمدة ساعة في مية عادية. تاني حاجة معانا الكابوريا، وطبعا عشان تشربي شوربة سي فود صح يبقى لازم يكون في الشوربة كابوريا. واحنا جبنا الكابوريا زي ما احنا شايفين كده، ما جبناش الحجم الكبير طبعا، احنا عايزين شوربة بس، وفتحناه وغسلناه كويس جدا اهوت. والجمبري طبعا بقشره. ليه؟ لان انا جايبه لشوربه السي فود جمبري متقشر، فاللي بقشره ده هسلقه بحاله. انما لو احنا جايبين جمبري وعايزين نقشره وناخد الجمبري اللي فيه بنسلق القشر، وبرده هنحط كابوريا مع القشر عشان يديكي شوربه سي فود صح. يبقى اول حاجه نعملها ايه؟ معانا ميه مغليه اهي، هننزل فيها بالكابوريا. بسم الله بسم الله. هننزل ببلح البحر وهننزل بالجمبري. الخضار بتاع الشوربه بتاعت الفواكه عباره عن بصل متقطع وجزر متقطع، طماطم متقطعه، ومعانا كرفس، ومعانا توم مقطعينه شرايح. هننزل بكله كده على الايه؟ على الفواكه بتاعتنا. هنعلي النار ولما تغلي هنوطي عليه وتستوي بقى براحتها. نقلب بقى كده. الكابوريا على طول بقت ما شاء الله هي. يبقى الخضار بتاعنا عباره عن بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، وطماطمايه كبيره متقطعه مكعبات، وجزرايه كبيره، يعني كل حاجه حاجه واحده، وشويه كرفس. والتوابل بتاعتنا بقى عباره عن معلقه ملح مش كبيره طبعا، فلفل اسود معلقه صغيره، فلفل اسود حصى بيديكي نكهه جميله للشوربه، معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره حبهان بودر، ذره سكر، معانا ورق لورا، ومعانا مستكه، معانا حبايتين مستكه. ننزل بيهم كلهم برضو على الشوربه بتاعتنا. نقلب كل ده بقى مع بعضه، ناخد منها شوربه نعمل بيها السي فود ان شاء الله. نغطي بقى الحله بتاعتنا ونشوف بقى مقادير عامل فواكه البحر. معلقه كبيره دقيق، معلقتين زيت، كوبايه ونص زي ما احنا شايفين كده لبن، معانا نص كوبايه كريمه. والبهارات بتاعتنا عباره عن معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه كمون، على طرف المعلقه كده زي ما احنا شايفين جوز الطيبه. ودي المقادير بتاعت شوربه السي فود بتاعتنا. يبقى المقادير دي اللي بنحتاجها في عمل السي فود. يبقى فواكه البحر معانا عباره عن جمبري متقشر، صبيت على كاليماري، صوابع سرمي بتعمل كابوريا. طعمها يا جماعه خطير، والله طعمها خطير تحفه، هتحبيها عن بقيه الفواكه. يلا نشوف بقى هنعمل مع ايه مع بعض السي فود ازاي. نجيب حله نحطها على النار. اول حاجه هنحطها في الحله المعلقتين الزيت، ننزل عليهم بمعلقه الدقيق، معلقه دقيق واحده كبيره. يلا هنقلبها مع بعض كده. كده الدقيق بتاعنا اتشوح خلاص اهوت. ننزل فيه بقى عليه باللبن، ننزل بنص كوبايه التانية،
نشوف السمك بتاعنا بقى، ما شاء الله تقل اهو. ننزل عليه بقى بكوبايه الكريمه ونقلب حاجه كده ما شاء الله. عايزه تشربي سي فود اخدميه صح، هتشربي احلى سي فود. ننزل عليه بقى كده بالصوابع السرمي، جمبري. ننزل بقى بالسبيط والكاليماري. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن الملح، الفلفل الاسود، الكمون، جوز الطيبه. نقلبهم بقى مع بعض كده. الله الله على الريحه، كاننا بالظبط قاعدين في بحر والله. ريحه الفواكه رائعه. يلا نجيب معانا مصفى ونصفي شويه شوربه سي فود. نحط شويه شوربه بقى على السي فود بتاعنا ونقلب بقى. بسم الله. هتاكل احلى شويه شوربه سي فود وهتدعيلي عليهم والله، ان شاء الله هتدعيلي عليهم. حاجه كده اخر جمال ما شاء الله. نغطي عليها بقى حوالي 5 دقايق ونغسل. السي فود بتاعنا استوى اهو. يلا نغرفه مع بعض. يلا نغرف. بسم الله ما شاء الله، ريحته جميله جدا. انا عايزاكم بقى تجربوه وان شاء الله تدعولي عليه. طريقه جميله جدا وطريقه مميزه. ودي شوربه السي فود بتاعتنا بعد ما خلصناها. زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده جميله جدا واحلى من بتاعه المطاعم. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.